أطلع لك الآن أحاديث الحسن والحسين. الرواية الأولى: روى الترمذي بإسناده عن عكرمة عن الحسن بن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحملني على عاتقه، فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام، يقصد عن الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكب هو. روى ابن كثير بإسناده في حديثه عن جابر عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن. روى ابن عساكر عن جابر عن أبي جعفر عن الحسن بن علي قال: بينما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطشت فاشتد ظمئي، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم لي ماء فلم يجد، فأعطاه لسانه فمصه حتى روى. الحديث هذا طبعا فيه من الإسناد من الضعف، لكنه رواية عن الحسن، صححه بعض أهل العلم مثل الهيثمي وغيره. في صوت؟ ليش ثلاثة؟ ايش معنى ثلاثة؟ شنو معنى ثلاثة يعني؟ في صوت ولا ما في صوت يعني؟ اي ممتع. روى البخاري بإسناده عن الحسن ابن علي: أخذت تمرة من تمرة الصدقة فجعلها في، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ يقصد عن الحسن. يا سلام عليك، والله الإمام الحسن كثير عنده. هذه بعض الرواية، خلينا نشوف الرواية. كم رواية رويت الآن؟ 4. أوكي 4. ثواني لك لا تطلعوا، هذا حيقطع، هذا حيقاطع. أنا ناقصني مقاطعات. يلا هذه 4 أحاديث اليوم حيسند الحسني المحمدي. طيب، قال ابن كثير في البداية والنهاية قال أحمد حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي الصابط عن الحسن بن علي قال: دخل حسين بن علي المسجد، فقال جابر بن عبد الله يروي الحسن عن أخوه الحسين، فقال: من أحب أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذا، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، ورواه الذهبي في السير عن مسند أحمد، وأيضا ذكره المحققون بالصحة. طيب، أخذه عن الهيثمي في مجمع الزوائد يختلف، وهو مسند أيضا: من سره أن ينظر إلى آخر. هذه ألفاظ الحديث. هذه كم؟ 5 6 والله كفو، يسجلون. طيب، هذه تكرار الحديث. طلع ابن حجر روى عن الحسن. خلينا نشوف الحسن. قال: عن ابن عون عن عمي بن إسحاق: دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي، فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي وإني سقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا. فأتاه الحسين بن علي فسأله: من سقاك؟ فأبى أن يخبره رحمه الله ورضي الله عن الحسن. هذا الحسن أيضا بن علي 6. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رواه ماجه عن الحسن بن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة وإن قدم عهدها فيحدث لها استطاعا إلا أعطاه الله ذلك. ضعف ابن حجر وصححه الإمام الألباني. رواية عن الترمذي وحسنه الألباني: حديث الحسن بن علي قال: تركت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: هذان ابناي وابن ابنتاي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. هذا الحسن يروي فضائله رضي الله عنه. وفي البخاري عن أسامة قال عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسني والحسين بن علي، يعني كان يجلس الحسن والحسين مع بعض اثنيناتهم، فيقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. من طريق عبد الرحمن بن مسعود عن الحسن بن علي، وذكر أيضا في بعضه أبو هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه والحسين على عاتقه، الحسن والحسين على العاتق، وهو يلثم أي يقبل يعني يمشي، هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا، فقال: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. الله أكبر، الله أكبر. يا شيعة، يا أهل السنة، أنتم شيعة تحبون الحسن والحسين. البغوي بسند